صباحك مليان بالخير والنعمة والبركة مع صباح يوم جديد. النهاردة رحلة يوم جديد في لا تبرحوا، اليوم الرابع النهاردة. عايز أسألك سؤال، أنت فرحان؟ طيب قادر تفرح؟ هل إبليس بيحاول يضغط عليك من خلال ظروف حواليك مخليك مش قادر تفرح وحاسس إن الحزن عندك أقوى من الفرح؟ النهاردة أنا عايز أقولها لك، افرح. ليه؟ لأن في يسوع في المشهد، يسوع حي، وده إعلان مهم جدا. بس عايز أقول لكم إيه الفرح؟ ما أنت مش هتقدر تفرح ومفيش غفران جواك، لا قادر تغفر لنفسك ولا قادر تغفر اللي حواليك. لما تقرأ في كلمة الله في كذا مثل الخروف الضال، مثل الابن الضال، مثل الدرهم المفقود، كلهم كان بيتكلم عن حاجة مهمة قوي، إن في فرح. حصل فرح لما الابن الضال رجع لبيت أبوه، حصل فرح لما الخروف الضال اتوجد، حصل فرح لما المرأة لقيت الدرهم المفقود اللي داخل البيت. صدقني الفرح العظيم الحقيقي النهاردة عايز تتمتع بيه وتشوفه وتدوقه، يلا اتلقى، اتوجد في حضور الرب. مهما كانت الحالة بتاعتك بعيد أو قريب أو في البيت، افرح لما تشوف الرب يا كل المجد. الحاجة التانية فرح اسمه فرح البنوية. لما تقرأ في كلمة الله بتقول كده في لوقا 10 عدد 20: ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. اوعى تفرح بحاجات وقتية أو حاجات يمكن مالكش إيد فيها، لكن افرح بأمر عظيم جدا، إن اسمك كتب في سفر الحياة. الحاجة الثالثة في فرح عظيم جدا اسمه فرح المعية. فرح المعية ما تنسوش، أول فرح اسمه فرح غفران الخطية، الفرح الثاني هو فرح البنوية، لكن الفرح الثالث اسمه فرح المعية. بتقول كلمة الله في يوحنا 20 وعدد 19: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع كانت الأبواب مغلقة، حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. إيه اللي حصل؟ ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. إذا كنت خايف، إذا كنت مضطرب بسبب أحداث أو أشخاص أو ظروف معينة، اقتصاد، ضغوط عليك، افرح لأن الرب بيقول لك كده: أنا موجود، أنا معكم، أنا هنا. حتى لو أبوابك مغلقة، حتى لو مش قادر تتفتح ولا قادر تفتحها، بس عايز أقول لك النهاردة الرب يخترق كل أبواب مغلقة أنت قفلتها أو اللي حواليك قفلوها، ويعلن النهاردة عن معية عظيمة. يقول الكتاب: جاء ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وأراهم جنبه. يقول الكتاب: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. لما هتشوفه هتفرح. رب يبارككم، آمين.